مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. المغربية نجوى تسرب حلقة الغد وتحكي تفاصيل شجارها مع أينور ومانيسا وماذا قالت للمشتركات لحظة مغادرتها للفيلا. وانت اليوم نسيت اللي درتو فيكم كتستاهلوه، وانا نشد الباب وانا نردخو. ضروري خصني نقول شي كلمه نهائيه، ما قالوش لي بسلام، ما خصني ضروري نقول شي كلمه نهائيه. انا ندير الوداع بطريقتي. قلت لهم راه اللي درتو فيكم بحال هكا بالدارجه، قسما بالله اللي درتو فيكم كتستاهلوه. وكنتسنى شي وحده تجاوب زعما، والاداره عارفين هاد اللقطه راه باغا نديرها، وانا سدت الباب ومشيت. كما قالت نجوى أن أول شخص قامت بتوديعه لحظة مغادرتها للفيلا قسمة ونصيب هو سمير الجزائري. هو الاول جا خرج عندي، صافي تعانقنا ضحكنا لك صافي الراحه الله الرحمه، حمدك يا ربي وشكرتك يا ربي، اعتقني ربي. صافي سلمت عليه. من بعد كان شكون كان انفاس ليا، كما علقت نجوى على فؤاد التونسي وكيف أنه لم يصدق بأن أتت فرصة معانقتها ولم يتردد في ذلك. قدامي فؤاد طبعا فؤاد ترى العشق عنده غيطلع. وصلت عنده قلت ليه نعنقك ولا شنو نسلم عليك؟ قال لي طبعا ويلي عادي. عنقني عن تعنيقه. شوفوا المفاصل ديالي هاد شوف مفاصل شو سميتهم، ظهر سميتو السلسول شاف بعضياتو. المهم شوفوا اللي عمرو عنق بالفرحه. المهم كاع اللي كان كيتمنى يعنق نجوى عنقها ديك اللحظه.